السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان نفسي انزل لكم الفيديو ده امبارح والله، بس ما قدرتش. كنا راجعين امبارح 3 الفجر، فالنهارده بقى هوريكم روتين اليوم بتاع يوم الجمعة. وانا كنت بجهز عشان نازلين، مش نازلين، ده احنا مسافرين رايحين يعني ناخد كده يوم على البحر. تعالوا بقى نشوف انا صحيت الصبح بدري عملت ايه. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات وتقولوا انتوا بتتابعوني من اي مكان، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. زي اي يوم جمعه انا او كل يوم يعني انا بصحى اتوضى واصلي واقرا قران، وكان معايا نيلي وكان معايا سمير في البلكونه. وكانت الساعة حوالي 8:30 9 كده، وانا طبعا بصحى بدري كل يوم. فبالكم بقى اليوم اللي احنا هنسافر فيه لازم احضر الاكل، وكنت محضرة. كان علي بقى جايب لنا كبدة وسجق، والولاد عندي ما بيحبوش الكبدة البلدي سبحان الله، فلازم ياكلوا كبدة اسكندراني، فلازم تكون اللحمة اللي هي المتلجة دي. فتعالوا بقى نشوف انا عملت ايه، ويلا بينا نبتدي. بسم الله. تعالوا بينا يلا بقى دلوقتي علشان نشوف هنعمل ايه. والمطبخ مبيتاه كده الحمد لله كان نضيف اهو. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض، يلا بينا. اقفل الباب عشان هما لسه نايمين. افتح الرينج لايت عشان هي تنور، وهلبس بقى دي عشان نبتدي الشغل. يلا نسمي الله بقى ونبتدي الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل رومي، ليمون، وفلفل اخضر. هنعمل ايه؟ هنعمل كبده وسجق، وهنعمل ساندوتشات طبعا، وهعمل كمان طحينه وعلي مخلل. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هروح اغسل بس الحاجات دي الاول. بحط الخضار اللي هي الفلفل الرومي وفلفل الحراق والليمون، بحطه في الميه واحط عليه شويه خل وبيكنج صودا عشان يتغسلوا كويس ويتعقموا، ويكون الخضار بتاعي نضيف. فانا احط عليه شويه ميه وشويه الخل وشويه البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، وهسيبه منقوع تقريبا 5 دقايق كده ولا حاجه، وبعد كده هشطفه. وتعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه بعد كده. انا بقى جهزت البصل والثوم. فانا وانا بفصص كده الثوم قلت طب انا اجرب فكره البرطمان. فحطيته في البرطمان وانا عارفه انه مش هيتعمل، لان البرطمان ده بينفع في التوم اللي بيكون ورقه سايبه شويه، اللي هو بيكون الصيني. يعني تحسوا ان التوم الصيني ده ورقه سايب شويه. فانا قعدت احطه في برطمان واعمله كده واعمله كده، مفيش اي برضو نتيجه. فرحت مضطره بقى ان انا اعمله بالسكينه. يعني انا مش فاضيه وورايا سفر مثلا هنسافر وعايزه اخلص بسرعه، بخترع ليه ولا بعمل حاجات جديده ليه مش عارفه. المهم قعدت اقشر بقى التوم، وهعمل كل هجهز كل حاجه، وبعد كده هنعمل الكبده والسجق. ما كانش عندي طماطم، كان نفسي اعمل السجق بطماطم، فانا جات لي فكره كده في الاخر. هحط فيه صلصه لان انا بحبه يعني يكون فيه صوص شويه، فهحط فيه صلصه بدل الطماطم. فانا دلوقتي بقشر التوم يا جماعه، وبعد كده هقطع برضو الفلفل الاخضر الرومي والفلفل الحراق والليمون، طبعا ده انا هحتاجه في الكبده الاسكندراني. وكمان هقطع منه واحطه في علبه كده واخده معايا في الساندوتشات يعني، علشان نبقى نعصره على ساندوتشات الكبده. على فكره انا من زمان على طول بنسافر، يعني رحله اليوم الواحد ده غير المصيف بتاع السنه. فرحله اليوم الواحد ده كنت اصحى قبلهم اعمل الحاجه، فاستعدت ذكرياتي. انا بقالي كتير ما عملتش كده. انا بشرت من شويه اللي هي بتاعه الخروف، وبعدين قعدت اعمل التوم في مفرمه التوم دي. يا جماعه انا كنت جايباها من زمان قوي، من ايكيا، من اي ما كان عليها عرض. دلوقتي بتغلي قوي، وبصراحه هي بتنجز يعني وحلوه جدا. واعصر كمان الليمون. عايزه اقولك عشان تقفي في المطبخ مبسوطه وتخلصي حاجتك في ساعه زمن واحده، انك تجهزي كل حاجه وبعد كده تبتدي تطبخي. يعني انا دخلت المطبخ 11 وتلت، خرجت 12 و29 دقيقه، طلعت معاكم لايف على قناه كبيره امبارح.
يوم الجمعه. قلت لكم ان انا صحيت بدري وطبخت بدري وانتوا ما تعرفوش السبب، انا لازم كنت اطبخ بدري، هو مش طبيخي يعني، انا عاملين اكل عشان ناخده معانا ساندوتشات، لان احنا ما بنعرفش ناكل بره، ولو كلنا بره بصراحة الأكل ما بيكونش نضيف برضو وبيكون غالي جدا. فتخيلوا أنا عاملة أكتر من 22 ساندوتش تقريبا، بتاع 24 ولا 25 ساندوتش. ف كان ما شاء الله، لو احنا كنا اشترينا كده ده يعتبر غدا وعشاء، فلو كنا اشترينا كنا ندفع قد ايه؟ كنا ندفع كتير طبعا. انا حطيت الصينيتين او الطاستين على النار، نزلت في كل واحده فيهم بشويه ليا. الصينيه اللي عندكم دي اللي قدام الشاشه، حطيت فيها الثوم والفلفل الرومي والبهارات، كمون وكزبره، وشوحتهم مع بعض. وبعد كده هنزل بالكبده، والصينيه التانية حطيت فيها الليا بس، ولما سخنت قوي رحت نازله فيها بالسجق وهقلبهم. انا بصراحه بعد ما خلصت السجق رحت مقطعه، قلت لا انا مش هحطه بحاله كده، انا هقطعه، وفعلا قطعته وعملته في الساندوتشات. الكبده ما حركتهاش غير لما اتشوحت شويه، وبعدين نزلت عليها بشويه الملح، وهغطيها بس على نار عاليه هغطيها. والسجق بعد ما تشوح هنزل بقى بالبصل، وكمان هشوحه، بعدين هنزل بالثوم وهشوحهم مع بعض، وهنزل كمان بالفلفل الرومي. وزي ما قلت لكم ما كانش عندي طماطم، فهحط الصلصه في الاخر وهقطع، بس ما جبتش اللقطه دي، بس هجيب وانا بعمل ساندوتشات في الوقت ده بقى. والكبده والسجق بيستو، انا هعمل سلطه الطحينه عشان احنا ما بنعرفش ناكل كبده وسجق من غير طحينه. وكمان هقطع الليمون، وهجهز بقى العلب اللي هحط فيها المخلل. شايفين انا شوحت دلوقتي الثوم مع البصل، وهقلب بقى كله مع بعضه، وهغطي الحله، وحطيت شويه فلفل. طبعا السجق بيكون متبل، لكن انت لو حاطه قصدي لو حابه تحطي بهارات حطي. وبعدين نزلت بالفلفل، واللي وقعت دي دخلتها تاني الطاسه، وبعدين هغطي بقى عليها، سيبها بقى على نار يعني متوسطه او هاديه عشان السجق يستوي، لانه برضو بياخد وقت في التسويه. انما الكبده دي على نار عاليه، انا مش عايزاها تنزل ميتها، يا دوب بتتشوح وبتستوي، بتكون زي الفل. في الاخر بقى هضيف عليها شويه توم كمان وشويه فلفل رومي، وفي الاخر خالص هحط عليها عصير الليمون، وبكده تكون الكبده الاسكندراني خلصت. انا بصراحه بحب اجيب الكبده حتى لو كانت متلجه، انا اقطعها بايديا عشان بقطعها تقطيعه حلوه. التقطيعه دي مش بتعجبني، بس علي نسا وجاب لنا دي، يعني جاب لنا الكبده المتقطعه مش عجباني خالص، يعني المفروض تقطع اقصر من كده. بعد في الاخر بقى بحط عصير الليمون، وكده اكون خلصت الكبده، وهقلب بس تقليبه واقفل عليها بقى، هطفي عليها. تعالوا بقى في الوقت ده نعمل بقى الطحينه. الطحينه عباره عن طحينه عاديه عليها خل وميه وليمون وثوم، والبهارات بتاعتك بقى شطه، كمون، ملح، فلفل اسود، كزبره، بابريكا لو انت عايزه تحطي. وانا بقى خففتها كده بالميه وعصير الليمون وكمان الخل، وقلبتهم مع بعض لغايه لما يعني تاخد التقل اللي انا عايزاه. وبعدين هضيف الثوم واحط البهارات، يعني شويه صغيرين كده من كل حاجه. احسن حاجه كده وانت واقفه في المطبخ قبل ما تبتدي ان انت ترتبي الحاجات قدامك وتجهزي كل حاجه، رتبي الاول افكارك. قولي في جوه دماغك كده انا هقوم اعمل ايه دلوقتي، هرتب الحاجه وبعدين هبتدي اشتغل، وهعمل الطحينه امتى، هقطع العيش امتى. الطحينه بقى انا قلت بدل ما احطها في علب ونبهدل الدنيا ونقعد نغمس كده ونحط في الساندوتش بمعلقه، قلت لي انا ما احطوش في العلب اللي هي الخاصه بالصوصات بالكاتشب والمايونيز والحاجات دي. فانا قلت انا احطها في العلبه دي، بتنفعني كتير قوي. يعني العلبه دي تقريبا كنت جايباها ب 11 جنيه، وبتنفعني حلو جدا. المخلل برضو كان علي جايبه، قال لي جيب لك مخلل من السوبر ماركت ولا مخلل بلدي، قلت له لا هات مخلل بلدي عشان نعيش في اجواء كبده وسجق العربيات. ودقته لقيته حلو. وبعدين دي الحاجات هحطها في التلاجة، وبعدين دلوقتي هقطع الليمون واحطه بقى في علبة، علشان احنا بنحب برضو الكبدة الاسكندراني بالليمون. هي الكبدة الاسكندراني يعني ليمون، ما ينفعش كبدة اسكندراني من غير ليمون. احطها برضو في التلاجة. وبعد كده قطعت العيش. من الخطوات اللي تخليكي مستعدة كده ومقبلة على الخروجة ان انت تكوني مجهزة كل حاجة، وخاصة العيش ما تقطعيهوش وانت بتعملي الساندوتشات، يعني قطعيه وحطيه في الكيس زي ما هو كده متقطع،
وبعد كده تبتدي بقى تعملي الساندوتشات. اسهل طريقه لتقطيع الساندوتش بالمقص، وممكن بالسكينه اللي هي الترانش اللي بتكون مشرشره دي، بتقطع العيش حلو قوي. بس العيش الفينو اليومين دول لازم يتقطع بالمقص، لان العيش بيفستك قوي، يعني عارفين تمسكوه كده تلاقوه اتفاص في ايديكم. انا دلوقتي جهزت يا جماعه، جهزت نفسي وصليت فروضي وكل حاجه. وبعد كده جهزنا بقى، وعلي راح يفول العربيه، واقول يفول العربيه، وبعدين هيجي ياخدنا. فانا قلت في الوقت ده هعمل بقى الساندوتشات، واحط كل ساندوتشين في كيس، وكل الساندوتشات اللي شكل بعض بحطهم في علبه. انا كده بعمل من زمان في علبه او صينيه غويطه كده، او علبه خوص، يعني عشان اعرف دي ساندوتشات ايه. ففي علبه احط فيها ساندوتشات السجق، زي ما انا قلت لكم، حطيت عليه في الاخر صلصه طماطم وقطعت السجق، عمل صوص حلو قوي وكان عاجب الولاد، وحطيتهم في علبه لوحدهم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبتدي بقى في عمل ساندوتشات الكبده الاسكندراني. لو لسه موجودين معايا لغايه دلوقتي متهيألي يكون الفيديو عجبكم، بس خلي بالكم احنا لسه عندنا جزء تاني من الفيديو ده. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، واكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم. والجزء التاني هيكون بقى الفسحه في راس البر، بس هنتفسح برضو الجزء ده، وهنكمل الفسحه برضو بكره. يعني هوريكم احنا في الطريق واحنا رحنا راس البر، وتعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. شايفين كل ساندوتشين بحطهم في كيس عشان اللي عايز ياخد بقى. وكان مش هنسى ان انا اخد اطباق معايا عشان ما نبهدلش نفسنا، عشان احنا مش عارفين لسه هنقعد فين. انا في دماغي ان انا اروح اقعد على البحر، بس اما نشوف. انا كنا متخوفين لان النهارده الجمعه ممكن تكون زحمه، فعندنا كذا اوبشن وكذا اقتراح هنعمله. وبصراحه انا كنتش عارفه اذا كان علي يودينا دمياط الجديده ولا راس البر، انا كنت شاكه ان هو يودينا دمياط الجديده. فتعالوا نشوف احنا هنروح فين. دي سندوتشات الكبده يا جماعه، حطيتهم كده في الاكياس بالشكل ده كده. وكان عندي لحمه في التلاجة سخنتها، وقلت اما ازود برضو ممكن نحتاجهم، او ممكن الولاد يجوعوا، فحطيتهم برضو في طبق لوحدهم عشان اعرف كل طبق وكل علبه فيها ايه. غيرت العلبه دي وبدلتها بالعلبه الخوص دي، قلت شكلها يكون احلى. واخد معايا فوطه مطبخ، وهاخد معايا الحاجات دي كلها متغلفه بورق الفويل، وكلهم هيتحطوا في اكياس. كل واحد فينا هيشيل كيس واحنا نازلين على ما علي يجينا بقى، لان هو زي ما قلت لكم راح يفول العربيه. دي الاطباق يا جماعه، خدت 4 اطباق. وتعالوا بقى نرتب حاجاتنا كده في الاكياس، ونتوكل على الله ونشوف هنروح فين. عايزه اقول لكم ان احنا نزلنا تقريبا الساعه 3:30 او بعد 3:30 في عز الشمس، بس قلنا عشان نلحق وقتنا، لان ممكن يعني نتعطل في الطريق حاجه كده. يعني انا عايزه برضو نروح هناك والدنيا منوره. كنت عامله حسابي بصراحه ان انا اركب عجله، فعشان كده كنت طمعانه ان احنا نروح بدري علشان يصوروني في بدري يعني. ف انا حطيت اول كيس، احط بقى بقيه الحاجات في اكياس. خلاص عملت السندوتشات، بس هجهز احط الرتوش الاخيره وبس. بصوا يا جماعه، هلبس الشنطه دي لايقه، هي لايقه. انا لابسه بنطلون عشان كنت عايزه اركب عجله، حتى الكيس فيه فسفوري. كيس اهو. بس العيال هيجوا بقى، يلا عشان ننزل مع بعض. بعد ما ركبت العربيه علي قال لي خدي شبشب معاكي، فنور طلع يجيب لي الشبشب بتاعي علشان لو رحنا على الشط. احنا بقى دلوقتي في طريقنا يا جماعه، والطريق كان حلو بصراحه، وهوريكم كده شويه مناظر كده في الطريق. قال لي خدي شبشب، لان هم الثلاثه كانوا لابسين شباشب فعليا، يعني بجد كانوا لابسين شباشب، وانا الوحيده اللي لابسه كوتشي. ف نور طلع جابهولي ونزل، اتعطلنا شويه حلوين برضه. وبعدين رحنا دمياط الجديده. لغايه كده انا قلت خلاص احنا هنقعد بقى على الكورنيش هناك او على البحر، وهنقعد ناكل. فلقيت علي راح مكمل وودانا راس البر، بس قعد يوريني دمياط الجديده لان كان بقى لنا فتره ما رحناهاش. اتغيرت شويه، اتغيرت كتير يعني. وبعدين رحنا رايحين راس البر، ما نزلناش في دمياط الجديده.
رحنا راس البر بقى يا جماعه، ورحنا علي قعد يورينا الاول، لان احنا اول ما بندخل بندخل كده برضو على الجربي. هو كان زمان اسمه جربي، مش عارفه اسمه ايه دلوقتي، الكازينوهات او الحاجات دي اللي على النيل. فقعدنا نتفرج كده من بره، وبعد كده قلنا نروح ناكل على البحر. رحنا يا جماعه البحر كان متكبس ناس، ما كناش لاقيين مكان نقعد فيه. رحنا راجعين تاني ورحنا قاعدين على النيل او على الجربي، قعدنا في كازينو هناك. كان رايق وما فيهوش حد يعني. بعد ما جينا في اسرتين او 3 جم بس بعدينا بعد ما اكلنا، ودي كانت القعده بصراحه قعده تفتح النفس يعني. انتوا وبعدين بتجيبوا اكلكم معاكم يعني، تجيبوا سمك، تجيبوا مكرونه، تجيبوا محشي، تجيبوا اللي انتوا عايزينه. فبصراحه كانت قعده حلوه. واول بقى ما رحنا طبعا الراجل رحب بينا جدا، والله ما انا فاكره الكازينو اسمه ايه. وبعدين انا طلعت الساندوتشات. اول لما دخلنا قطتين رحبوا بينا، وبعدين الراجل جه طبعا رحب بينا وجاب لنا مناديل وكوبايات وميه. وفي الاخر بقى بعد ما اكلنا طلبنا الحاجات. هوريكم الجزء التاني بكره ان شاء الله، علشان الفيديو ده ما يطولش معاكم وما تزهقوش، وتكونوا كده متشوقين للفيديو بتاع بكره ان شاء الله. بس شايفين بقى الطحينه فكره حلوه جدا بصراحه، فكره تحفه. طبعا علي مش بيحب يظهر في الفيديوهات، عشان كده بجيب حته منه مش كله. وقعدنا بقى ناكل، وكان الاكل طعمه حلو جدا، اللمه حلوه والجو حلو. وبعدين كنت واخده كمان الفلفل المشطشط ده. قولوا لي رايكم ايه بقى في الفيديو ده. قعدت بقى اكل القطط، وهنكمل برضو القطط بكره ان شاء الله. والفسحه بتاعتنا بقى في راس البر، عشان احنا هنخلص الجربي وهنروح كمان حته كمان. الاكل كان حلو قوي قوي. وبس قعدنا ناكل وقعدت اكل القطط. اوعوا تنسوا بقى الجزء التاني بتاع بكره فيه مغامرات كتيره، واشتريت حاجه كان نفسي اشتريها وقلت لكم بفكروني بيها. قولوا لي بقى اللي انا كنت بقول لكم فكروني اشتريها. لو الفيديو ده عجبكم متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو ده، واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. واستنوني بكره ان شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو ده. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلعنا ميه.